سيد الحزب الوطني ليه اكتر من 3 ابواب. الباب الاولاني يا استاذ سيد من ناحيه المتحف هاخدك من ايديك وادخلك جوه في نخله مولعه. انا يا استاذ سيد قسما بالله جنب النخله حفرت شويه تراب وحطيت القنبله دي وداريت عليها، قسما بالله العلي العظيم يا استاذ سيد. قال لي مجرد ما هتلاقي كده حاول انك انا كنت بلف مع زمايلي، عايزين نتكلم كلام منطقي جدا، بلف مع زمايلي بشوف دروع بشريه عند المتحف المصري، بنطفي النيل هيلتون، بنطفي اللجنه اللي قدام جامعه الدول العربيه. الناس ده يا استاذ سيد رفع على بتتكلم على يوم الجمعه دلوقتي يا اخ سلام. كل ده يوم سليمان بالظبط. بص يا استاذ ومن الناس اللي مش الاستاذه اسماء اختي المحترمه جدا جدا جدا، انا واخد طلقتين في رجليا. انا هقول وزميلي عمرو ده انفرم تحت المصفحه على كوبري 6 اكتوبر اللي ما فيش حد اتكلم عنه خالص لما نقطع لحم. انا بس اقول لحضرتك اخ سليمان، الناس اللي في التحرير عارفين المصايب اللي انت بتقولها دي. مصيبه ثانيه يا استاذ سيد. لا بس هم عارفين ده. اسمعنا ابوس ايديك، اسمعنا ابوس ايديك. استاذ سيد انا عايز اسال حضرتك سؤال بالله عليك. لما يبقى في اتفاق يا استاذ سيد انك تروح عند وادي النطرون، حضرتك رحت عند وادي النطرون قبل كده؟ مشيت بالعربيه وانا ماشي من بعيد. مشيت بالعربيه. في مناطق سكنيه منتشره قدام الاسم او قريبه منه؟ تقريبا مش عارف. لا مفيش يا استاذ سيد. اللي هي على الطريق جنب المستر وجنب ريست هاوس. ازاي جبت لودرات؟ ازاي جبت لودرات عشان تكسر سور لودرات؟ وازاي جبت عربيات نقل فيها ناس عشان تطلع الاسلاميين؟ يا استاذ سيد الاخوان المسلمين انت بتتكلم عن السجن. قالوا لقد حررنا 34 من القيادات. يعني ايه حررنا؟ لقد حررنا 34 من القيادات بتوعنا. الاخ بتاع غزه اللي طلع بس اللودر ازاي وصل لحد هناك بالاتفاق ده؟ ده قضيه ثانيه يا سليمان. استنى بس استنى خلينا تتكلم على اللي انت شفته رؤيا العين. يعني سيبنا من المشهد الثاني. ارجوك اديني فرصه طيب اسالك بس. اتفضل. الكلام اللي انت بتقوله ده الامر المؤكد ان في مجموعه من مجموعه 25 يناير والمجموعات الثانيه دول اللي حموا مش عارفينه. دول اللي حموا بقى. طيب ليه ما قلتوش ده؟ اسمعني طيب بس. اتفضل. ليه ما قلتوش الكلام ده للناس اللي موجوده في التحرير؟ وليه ما قلتوش؟ هقول لك يا عم اسمعني ارجوك، احنا سمعناك كويس. اتفضل. عمر ما في مكالمه تليفونيه سمعناها كده. اسمعني بس. اتفضل. انتوا ليه ما طلعتوش تقولوا الكلام ده من بدري؟ لان بعد ما هتخلص المكالمه هيطلع لي 100 عبقري وهيبقى على الفيسبوك وهيقول ان ممكن نبقى احنا اللي جايبينك زقينك. هقول لك يعني اسمعني، ليه ما طلعتوش قلتوا الكلام ده؟ ليه ما بلغتوش النائب العام؟ هقول لك اهو. بص يا استاذ سيد، شباب 25 المحترم اللي انت حضرتك بتتكلم عنه هو اللي حمل المتحف المصري، هو اللي حمل بلد من الناس انحرق. احنا اقول لك انت كلام حضرتك جميل جدا. اولا انا جيت لحضرتك الاستوديو من يومين وسبت زمايلي بيموتوا للاسف ما عرفتش ادخل لك، وهديك دليل. حضرتك طلعت في البريك او في الفتره بتاعت الفاصل، حضرتك كنت حاطط مجهد وحضرتك كنت مشيت في الطرقه ومش عايز اقول لحضرتك حاجه هتتاكد من كلامي. حضرتك طلبت سندوتشات، كنت ماشي في البريك وحضرتك معلش انا بعتذر لك لان معلش رساله. اسمعني يا استاذ سيد، رساله. رحت يا استاذ سيد قناه الحياه اهتموا بميزو لعيب اخويا المحترم لعيب الكوره ومفيش واحد راضي يدخلني ان انا اقول للناس ايه اللي بيحصل. رحت يا استاذ سيد خلاص انا بعتذر لك، انت عملت اللي عليك. خلاص بعتذر لك، انت عملت اللي عليك. خلاص يعني واضح ان انت حاولت بقالك كذا يوم توصل رسالتك وما عرفتش توصلها. الحمد لله ان احنا ردينا عليك دلوقتي. قلت لك يا استاذ سيد لو ابوسي انا عايز ادخل قلت لي حاضر طب اسمعني طيب اسمعني قلت لي هدخلك يا سيدي خلاص اسمعني بعتذر لك والله. كمل الحكايه بقى، كمل الحكايه يا استاذ سيد. برضه مش عايز حاجه عشان نثبت للعالم المرئي اللي بتشوفك. هات الصوره اللي انت عرضتها عندك يا استاذ سيد وما حاولتش تركز فيها. حاضر. لا اسمعني، هات الصوره اللي انت عرضتها يا استاذ سيد. شوف مين اتمسك بشويه رز وبشويه مكرونه ومين اتمسك بشويه هدوم وانت عرضت يا استاذ سيد. وهات شوف مين اللي كان قدامه ارض جهاد وقدامه آلي وقدامه اسلحه. انت عرضت 8 ملتحيين بتقول كان قدامهم اسلحه. اقسم بالله في ميدان التحرير 23,000 قطعه سلاح. واقول لحضرتك دلوقتي انتوا ليه ما بتفتشوش اللي جوه؟ ليه بتفتش اللي بره؟ يا استاذ سيد اقسم بالله اللي ضرب النار اللي جوه وانا عايز مخلوق يطلع لي من ميدان التحرير يقول الراجل ده تبع الحكومه ولا تبع الحزب، وقسما بالله اخذ عينه. اقسم بالله العلي العظيم البطايق بتتاخد. اقسم بالله العلي العظيم يا استاذ سيد مانعين الناس من الطلوع، وانا اعرف ناس كتيره جدا جدا عشان تطلع. يا استاذ سيد انت لسه عارف انت لسه عارف حالا دلوقتي اهوت مين اللي في ميدان التحرير. شوف الملتحيين اللي مسيطرين على الناس قد ايه. شوف بتوع تنظيم القاعده وبتوع تنظيم الجهاد وبتوع الجهاد. شوف النهارده خطبه الجهاد. يا استاذ سيد شوف الراجل المرشد العام بتاع ايران قال ايه؟ قال لقد
قامت الدولة الاسلامية، الخلافة الاسلامية قامت خلاص. اللي مسيطر على المشهد في ميدان التحرير مش احنا، مش الشباب اللي حمى المتحف، مش الشباب اللي منع جامعة الدول العربية انها تنحرق، مش الشباب اللي حمى النيل هيلتون. اقسم بالله هم داخلين يولعوا النيل هيلتون، احنا اللي حميناه يا استاذ سيد، احنا اللي وقفنا قدام اسم الدقي عشان ما يدخلوهوش. وبعدين يا استاذ سيد ازاي في نفس التوقيت ده اهو، والتوقيت الموتوسيكلات اللي بتلف، موتوسيكلات عماله تحشد بالناس، موتوسيكلات اللي ما كانش فيه موبايل يا استاذ سيد والانترنت مقطوع، لكن الموتوسيكلات قامت بدور التواصل ما بينهم وبين بعض. ازاي يدخلوا اسم العمرانيه، اسم الطلبيه، كل مصر قالت ان اي عمليات سرقه حتى في مصر الجديده في اي حته كان بيسبق الاول موتوسيكل يمشي يستطلع وبعدها عربيات وراه نقل او نص نقل. لو لقوا ان في لجان شعبيه او كذا بيرجعوا، لو ما لقوش فعلا بيروحوا يعملوا عمليات الترويح. هذا صحيح. اللجان الشعبيه انقذت. لو الناس اتاخرت يا استاذ سيد لحد الفجر او لو اتاخرت لليوم الثاني كانت مصر كلها اغتصب سيداتها، مصر كلها كانت هتتسرق بيوتها، مصر كلها كانت بقول لك كانوا بيوزعوا ولعات يا استاذ سيد وجراكن صلاه. اللي جوه يا استاذ سيد امبارح هم اللي جابوا المولوتوف. وانا اقسم بالله العلي العظيم، اقسم بالله العلي العظيم يا استاذ سيد ان العربيه النقل. وبعدين انا لما سبت حضرتك ولقيت زمايلي بيموتوا وحاولت ان ادخل تاني وفشلت ان انا ادخل، رجعت يا استاذ سيد تاني هناك. انا رجعت يا استاذ سيد كانت حوالي الساعه 9 كده مساء. المهم مجرد ما وصلت اللي ضرب النار اللي جوه، اللي رمى المولوتوف اللي جوه يا استاذ سيد محدش بيفتشه. انا عايز كل اخ ليا لو كان لسه حد مغرر بيه او حد مضحوك عليه يبص يشوف مين اللي جنبه، يسال المتحد انت مين، يساله. ما كانش ده اللي موجود معانا. يا استاذ سليمان معلش انا هقطع بس، يعني دلوقتي حضرتك بتقول ان اللي موجودين بقالهم فتره في ميدان التحرير من يوم ايه بقى يا استاذ هناء؟ هم دول اللي معاهم الاسلحه وهم دول، لكن اللي بيخشوا جداد او بينضموا اليهم هم دول اللي بيتفتشوا. يا بالظبط. طب لكن اللي موجود جوه لا ده خلاص ده مستقر وده عايش وده بيجيله اكل وبيجيله شرب وعارفين يجيبوا يا فندم سندوتشات وماكدونالدز وكنتاكي وهمبرجر. دول عايشين يا استاذه هناء. بص يا فندم، كل مجموعه من الناس دي معاها شنط هاند باج. اتحدى ان حد يقدر يفتش الناس دي، اتحدى ان حد يقدر يوصل للناس دي، اتحدى ان الاذاعات في اذاعتين اتنين هناك يا استاذ سيد، لان انا بايت هناك لحد امبارح الساعه 3. انا امبارح يا استاذ سيد شفت اتنين من الناس اللي جايين وبرضه يلاموا على كده. الناس اللي جم من بره انا شفت واحد مصارينه كلها طالعه، اقسم بالله مصارينه كلها طالعه ومات في حضني. وواحد تاني يا استاذ سيد الجمجمه بتاعته مطبوره من الطلقه، لان اللي بيضرب غبي مش مدرب على الضرب. اللي بيضرب يا استاذ سيد فجر مخه. انا قسما بالله العلي العظيم يمين وحسب عليه يا رب، واحنا في لحظه ما حدش فيها بيتاجر بالثاني ولا بيزيد بالثاني. انا مخه طالع من دماغه، لا حول ولا قوه الا بالله، والله العظيم مخه طالع من دماغه. لا حول ولا قوه الا بالله. الناس اللي يا استاذه بص يا استاذه هناء، الوضع دلوقتي عشان حضرتك البنت عارفه، بس ما عادش في وقت ان حد كله بقى بيشكك في الثاني، كله بقى بيزايد على الثاني. انا هقول لحضرتك على حاجه بسيطه جدا وتبنوها وتبقى قضيتكم الايام اللي جايه دي. عايزين حاجه بسيطه جدا يا فندم، وانا بقول لحضرتك ادله اهوت ايه المخطط بتاعهم عشان يولعوا البلد. ولو الاهالي المحترمين ما طلعوش وحموا بيوتهم بقول لك كان كل بيت هتغتصب نسائه، كان كل لانهم قالوا يا استاذ سيد مال الشعب للشعب وتحفظ بالقوه لا يسترد الا بالقوه. الدوله الاسلاميه احرقوا الخمارات، احرقوا الفنادق، كسروا الاصنام، كسروا التماثيل. يعني التماثيل اللي معموله قدام بس ده كلام القاعده، ده كلام القاعده مش كلام جوه القاعده. جوه يا استاذ سيد القاعده جوه دلوقتي في قلب ميدان التحرير، جوه ميدان التحرير اللي كانت بتحلم وبتتمنى انها بس تبص على مصر من بره. القاعده جوه في ميدان التحرير. الاخوان المسلمين موجودين بشكل غير عادي. الاخوان المسلمين يا استاذه اللي هو حان وقت الجهاد وحان وقت الاسلام، هم دول المشهد اللي جوه. بعدين انا مش عايز اكتر من حضرتك، اول ما تقفل معايا شوف مين اللي سرق الاسلحه ويديها على الشاشه عشان الشعب يشوف. وشوف انت لسه مديها قلت المشهد الان في ميدان التحرير. ولو جبت الصوره تلاقي شوف يا استاذ سيد المنقبات وشوف الاسلاميين اللي جوه. لا انت بتقول انت كان دورك ايه؟ ما انا ممكن صحيح واحد استاذ سليمان العمل ايه يا استاذ سليمان من وجهة نظرك؟ احنا فاتحين التليفونات النهارده عشان نحل. احنا